السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. صباحكم سعادة ومساكم يا رب كده وسعادة وحب وعبادة لله، وربنا يغنيكم من فضله ونعمه وكرمه وعطائه. ونقول بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم احسن ما بين يدينا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنعمل أكلة جميلة جدا هتحبوها وتعجبكم إن شاء الله. وعشان أوصل للتورتاية الجميلة دي، أنا بسميها تورتة لأن شكلها النهائي جميل جدا، وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. الخضار والشكل والرز فيها حاجة كده جميلة جدا هتعجبكم. نبدأ بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هنجيب كيلو لحمة ضاني من الفخدة، بعظمها، طبعا هي بتبقى بالعظم. بنقطعها وبنخليها من العظم، وبنخلي الدهن لوحده، ونزلت بيه الاول في الطاسه كده في الحله علشان خاطر ينزل لي الماده الدهنيه واستغنى عن اي ماده دهنيه احطها. وبعد كده نزلت بالحته القطعتين العظم اللي هم خليت منهم اللحم، وبعدها القطع اللحم متقطعه وسط بالشكل ده كده. بديها صدمه وبخليها لغايه ما تاخد لون ذهبي وتسخن معايا. وبعد كده بنزل، طبعا كان معايا عندي ميه سخنه. بعد ما اللحمه سخنت والميه سخنت، نزلت عليها على طول باللحمه بالميه على اللحمه، اسفه. وبعد كده بعد ما غليت اهو، شوف حضراتكم مفيش اي ريم على الشوربه خالص نهائي، لان انا سخنت اللحمه، اديت اللحمه صدمه والميه كانت سخنه، وركنتها على العين الوسط ووطيت عليها وسبتها مع نفسها بقى ايه براحتها كده تغلي وتستوي. وطبعا حطيت حله على نار الوسط. طول ما انا بسلق اي لحمه بخلي الحله جنبي ميه سخنه ازود بيها لو احتجت للشوربه. بعد كده بجيب الخضار. طبعا الخضار عندي بدنجان، كوسه، جزر، بصل، بطاطس، طماطم، بس هي مش موجوده معايا هنا مع الخضار، وفلفل احمر. طبعا هتقولوا انتي مكتره في الخضار قوي، لكن صدقوني طعمها حاجه تانية خالص. بنقطع البطاطس شرايح كده او دواير، بتكون سميكه شويه بحيث ان احنا تستحمل في السوا. بعد كده اللحمه برضو احتاجت ميه اهيت، حطيت لها زودت لها، وبرضو برجع احط الميه تاني. هنزل عليها برشه ملح ورشه فلفل. انا ما بحطش للحمه حاجه غير كده، 5 حبات فلفل حصى ورشه ملح ورشه معلقه، نص معلقه فلفل اسود. ما لا بحط لور ولا حاجه خالص، لان اللحمه بيبقى طعمها حلو. بحط في حاجة تانية الحاجة دي. بعد كده معانا الزيت سخن على النار، وبننزل عليه بشرايح البطاطس لغايه ما خدت لون. ومعانا طبعا القرنبيط، نسيت اقول لكم قطعت منه قطع قرنبيط وهنقليه برضو بعد البطاطس على طول. بنقطعه قطع صغيره وبننزل بيه في الزيت. وعلشان اخد قرنبيط كويس بغطيه بالغطا علشان يطنيه جوسي وما ينشفش معايا ولا يتحمر قوي، بس يستوي. وبقلبه كده، وبعد كده بنطلعه وبننزل بعديه بالكوس على طول. وانا بقلي الخضار بالترتيب كده، علشان كل خطوه كل خضار له في ميه بيبقى بعمله الاول. يعني مثلا الكوسه فيها نسبه ميه فبعملها في الزيت الاول. وبعد كده نزلت بالبصل. طبعا البصل وحدات ده بيبقى جميل جدا لوحده، غير البصل التاني اللي هو نخرطه شرايح، والفلفل برضو. وبعد كده بننزل بالجزر. كل ده والزيت لسه ما عندي موجود. بعد كده نزلت على طول في الزيت برضو نفسه في البدنجان، بس الزيت كان قل جدا زي ما انتم شايفين كده، بيبقى بدنجان مشوي ما بيشربش زيت كتير. بعد كده في تانية حطيت معلقه زيت وكملت شوي. ونزلت بالطماطم الشيري الصغننه دي، جميله برضو بتبقى جميله في الاكل. بديها بس يا دوب بس تاخد لون كده وتبقى معايا واخده طعم الشوي. وبرضو الثوم نفس الحكايه. طبعا الرز هنستعمل رز مصري، اللي هو حبيته العريضه نمره 1 علشان ما ينشيش معاكي ويتعجن معاكي. بعد كده طلعت اللحمه بعد ما استوت ما شاء الله، وحطيت شوربه على النار نزلت فيها. طبعا شوفوا بقى انا بحط اللور والحبهان والفلفل والقرفه لوحدهم عشان اللحمه تبقى طعم تاني خالص غيرهم. وبعد كده بجيب فلفل وكمون وقرفه
كزبره ناشفه وبهارات رز الزعفران، بتبقى بتتباع عند العطار. وبعد كده هجيب الحله اللي هعمل فيها، بتكون حله غويطه، وادي الخضار كله اللي انشوى معانا اهو ما شاء الله. القرنبيط معانا طري، شوفوا حضراتكم مش ناشف جميل. وادي اللحمه، وادي الحله اللي هنعملها لازم تكون حله غويطه واسطمبه واحده. يعني ايه اسطمبه واحده؟ يعني ما تكونش بومبي، يعني ما تكونش من فوق يعني واسعه من تحت وضيقه من فوق، لا هي زي تحت زي فوق، او تحت ضيق وفوق واسع برضو تنفع. بعد كده دهنتها بماده بالزيت، معلقه زيت، وبعد كده نزلت بالبصل ني شرايح كبيره، وفرشتها ارضيه الحله كلها. وبعد كده الجزر، وبنبتدي بقى نرص الشرايح اللي احنا عملناها شرايح طويله، الباذنجان وبعديه الكوسه وبعدين الجزر، برصهم بالترتيب كده بداير الحله كله. طبعا هتتعبك شويه في الاول، انا كنت هنا ماسكه التليفون بصور فما كنتش متمكنه منها. رصيتها وابتديت معاكم اهوت. حطينا الفلفل والقرن الفلفل الحامي، وبعد كده البصل الوحدات، كل الحاجه اللي بتستحمل سوا بحطها الاول في الارضيه، والثوم، وبعدين اللحمة طبعا مستوية تماما، وبعد كده القرنبيط برصه برضو كده وحدات، وبخلي جزء بقلبه مع الرز. واجي البهارات اللي هنحطها على الرز بنقلبها لوحدها مع الرز كده بالملح والفلفل والبهارات الرز وكل البهارات يعني. وبعد كده بننزل بنرش رشة خفيفة الأول على الجزء اللي أنا حطيته، بعدين برص البطاطس والجزر وكل بقى الخضار اللي فاضل، كوسه وجزر وكله اللي هو الايه المدور. احنا قطعنا شرايح ومدور، المدور حطيته تحت الرز بعد ما حطيت اللحمه. وبعد كده بنزل بالرز كله وبحاول اكبسه او اضغط عليه. ودي قطعه زبده كبيره جدا، يعني بحجم الليمونه الكبيره، وبفرفتها او بقطعها حتت صغيره كده بايديا وبرصها على وش الرز. بتدينا طعم جميل يعني بتدي شويه، دي نسبة الدهن اللي بتدخل الرز مع الزيوت طبعا بتاعت الخاصة بالباذنجان. بعد كده قفلت المقلوبة كأنها تحت يا جماعة، شايفين نفس اللي فوق نفس اللي تحت، بس بيبقى أقل شوية في الخضار، عشان لو مش حابة أقلبها تفضل في الحلة جميلة كده. لو حابة أقلبها يبقى تحت وفوق في الخضار كله. بنزل بالشوربة، بنحط لغاية ما الرز بيتغطى معانا كده والخضار كده بالشكل ده كده. انا باخدها بالشكل كده يعني تقريبا بيبقى اعلى من الرز والخضار بعقلة صابع بالشكل ده كده. بحب دايما ان انا اغطيها علشان خاطر الحراره توصل لكل مكان في المقلوبه وتستوي معانا ان شاء الله. نشوفها مع بعض. وهنبتدي بالشكل ده، غطيناها كده هنغطيها بالشكل ده كده ونبص عليه ما شاء الله، شايفين كل اتجاه بيغلي. فهنبتدي نسيبه ولغايه ما يستوي خالص وعلى نار هاديه جدا. وبعد كده ما شاء الله ما شاء الله اللي معانا الرز، شايفين حضراتكم الرز ما شاء الله واحدة من واحدة جميل جدا. هنبتدي نقلبها مع بعض، هنبتدي نقلبها مع بعض كده. بسم الله بسم الله يا بركة بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شايفين حضراتكم ما شاء الله. ادي الحلة. يا رب تشجعوني بلايك وشير وكومنت لتورته الخضار الجميله دي. انا بسميها تورته لان ما شاء الله جمال شكلها جميل، وتناسق الالوان تحفه بصراحه. كان طعمها جميل وريحتها كانت تجنن. علشان توصلي للمقلوبه دي طبعا انا فضيت المقلوبه هنا بعد ما كنت حطاها في زي طبق سرفيز. لقيت ان انا مش هعرف افردها عشان خاطر اوريكم قد ايه كويسه. انا نقلتها في صينيه كبيره حتى بالطبق برضه علشان اعرف انقلها. وبعد كده فردتها بالشكل ده عشان اوريكم اللحمه والرز قد ايه جميل ومستوي ما شاء الله. وشوفوا ارضيه الحله مفيهاش اي حاجه لازقه، مش محروقه مش شايطه ما شاء الله. علشان توصلي للنتيجه الحلوه ديت، او النتيجه ان المقلوبه ما تلزقش منك وتتقلب وتنزل بسهوله من الحله. الحله لازم تكون واسعه من تحت ومن فوق،
ما تكونش بومبي، يعني واسعه من تحت وضيقه من فوق. وكمان الخضار ترصيه جنب بعضه، واحده، مفيش فراغات خالص بين الخضار، علشان الرز ما ينزلش على جدران الحله ولا ارضيه الحله، فيشيط او يعمل او يلزق فيها. ما شاء الله، شايفين اللحمه مستويه وطعمها جميل جدا، والخضار جميله والله. يا جماعه جربوها تعجبكم باذن الله. ويا ريت لايك وشير واشتراك في القناه، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.